انزل يا خديوي، انزلي انت كمان، يلا. خير يا باشا، في ايه؟ خير ان شاء الله. اتفضل يا طارق يا باشا، فتش العربيه. تعالى لي. يا باشا فهمني. محمود بيه ما ينفعش الكلام ده. يا محمود بيه. يا محمود بيه فهمني. شنطتك دي يا استاذه؟ شوفها. طب فهمني طيب يا محمود بيه. هتفهم دلوقتي. في ايه يا خديوي؟ في ايه؟ يا محمود بيه ما ينفعش كده يا محمود بيه. محمود بيه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا خديوي؟ الحاجات دي مش بتاعتي. يا باشا الحاجه دي مش بتاعتها. اكيد طبعا. يا محمود بيه اسمعني. هسمعك كتير ما تقلقش. خدوهم يلا. الحاجات دي مش يا بتاعتي. باشا اسمعني يا باشا. الله. يا محمود بيه اسمعني. يلا. محمود بيه. يا محمود بيه. الحاجات دي والله ما بتاعتي. ماشي ماشي. والله العظيم الحاجات دي ما بتاعتي. الحاجات دي مش بتاعتي. يلا مش هنهنج من اولها، يلا. انا مش هركب. لا بقول لك ايه، التعبيد ده مش هينفع. دي داخله على تعبيد يا ماما. يلا يا حبيبي يلا. يلا. اللي انت بتعمليه ده مش هينفع. يلا. نبي. يلا يا ابني. يلا. يلا يا ابني. اركب. الحاجات دي والله العظيم ما بتاعتي. ما اعرفش عنها حاجه. نحن هات العربيه دي. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك. الحاجة دي مش بتاعتي، وانا ما اعرفش جت شنطتي ازاي. على فكرة انا بنت ناس. انت يا حرم عبد تيمور رجل الاعمال، كنت بتعملي ايه بقى مع اللي اسمه سيف الخديوي ده؟ يا فندم انا طلقته ولسه مخلصة اجراءات الطلاق، ومش بعيد كمان يكون هو اللي حط لي الحاجات دي. وسودي عابد تيمور؟ ايوه. يعني انت عايزه تقولي ان عابد تيمور هو اللي حط لك المخدرات في شنطتك؟ ما عنديش اي تفسير تاني. انا ليه يمكن اعمل كده؟ عموما كل اللي جم وقفوا مكانك هنا بتهمتك دي قالوا نفس الكلام. فيا ريت ننجز بقى وتقولي لي المخدرات اللي كانت في شنطتك جبتيها منين؟ يا محمود بيه الحاجه دي مش بتاعتها والحاجه دي مدسوسه، واللي عمل كده عابد تيمور. انا بجيب لك نهايه الموضوع. يا محمود بيه الراجل كان لسه عند المأذون بيطلق، الموضوع ما جاش على هواه فحب ينتقم. ما تحضرنا يا حسام بيه. خليك معايا. انت اللي اخترت مكتب المأذون ده؟ جارنا يا باشا من المنطقه. انت ايه علاقتك بقى بالست دي؟ تخصني. تخصك ازاي يعني؟ حالها يهمني. قالها يهمك، عشان كده رحت جبت لها مخدرات. هو انت ليك في المخدرات يا خديوي؟ محمود بيه سيادتك تعلم ان سيف الخديوي ملوش في السكه دي. يعني انت مالكش علاقه بكيس المخدرات ده؟ ولا هي يا باشا. انا بسألك انت ليك علاقه بالمخدرات دي ولا لا؟ لا يا باشا ولا هي. ماشي يا خديوي. عزت. تمام يا فندم. خدوا على الحجز. اتفضل.
يا باشا. ايوه يا ابراهيم. هم خلاص يا باشا في الاسم وحجزوه. بس هو في حاجه يا باشا. قول يا ابراهيم، في ايه؟ خلصني. انا يا باشا بقول اختفي شويه. اختفي؟ اشمعنى يعني؟ بصراحه انا قلقان يبعتوا يسالوني يا باشا. مش جايز دلوقتي يشكوا ان انا اللي حاطط لها كيس. انت هتقف ورا الكرسي اللي قدامي، ولو في ترابيزه هحط انا عليها اي حاجه تجبرها تحط لك شنطتها على المكتب. اول ما اشغلها هي والخديوي تحط لها الكيس بسرعه، بس ما تهبلش. عرفت تعمل كده من غير ما حد ياخد باله خير، ما عرفتش يبقى كأني ما قلتلكش حاجه. النبي يا اختي شويه كده، بس شويه. مدام غزل، مدام غزل. مين؟ انت مش فاكراني؟ انا سالي اللي كنت بشتغل في كوافير منصر. افتكرتك. ازيك؟ اصل انا بقالي كتير ما شفتكيش. انا كنت اتجوزت وبطلت شغل. وانتي اللي جابك هنا؟ متهمني في قضيه سرقه. سرقتي ايه؟ بيقولوا فلوس. وانتي عملتي كده؟ ده موضوع يطول شرحه. انت اللي هنا ازاي جوزك سايبك كده؟ انتوا بتقولوا ايه؟ مخدرات ايه اللي لقوها مع بنتي؟ انا مش شاري مع بلطجي، عايزين يمسكوا معايا ايه يعني؟ لا يا عماد، الموضوع مش كده. انت مش بتقول مطلقها؟ ده عقابها. عابد بيعاقبها. عرفتوا اللي انا كنت بحذر منه طول الوقت. بس بقى كفايه. انت بتبرر ايه؟ بنتك مرميه في الحجز مع المجرمين والحراميه، وانت بتتكلم في مين كان صح ومين كان غلط. طب انت كنت غلط يا عبده. انت السبب في كل اللي بيحصل في بنتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفيكم كلكم يا اللي جيتوا على البت الغلبانه ومشيتوها في الدنيا تايه مش لاقيه حد يغيتها. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وما تلبسهاش فيا يا عبده، عشان انت الراجل وانت ابوها واحنا كلنا ماشيين وراك. خلاص بقى، اسكتي. خلينا نشوف هنعمل ايه وهنتصرف ازاي. قول لي يا عماد، هو ناوي على ايه؟ ناوي يعمل معانا ايه؟ والله انا قلت له من زمان يخرجنا من الموضوع ده، واحنا عندنا استعداد ندفع ايجار الشقه اللي احنا قاعدين فيها. اخس. بقى هو ده اللي بتتكلموا فيه بعد كل اللي قلته؟ بس العيب مش عليكم، العيب فيا انا اللي قصرت مع بنتي. يوم ما جت وطت تبوس ايدي تترجاني عشان اطلقها من جوزها وانا سكت ولا ساعدتهاش. بس انتوا مسؤولين قدامي تنجدوها من اللي هي فيه، ولو ما حصلش انا هطفش ومحدش هيعرف عني حاجه اليوم ما ماتي. سامعين؟ شايف الهم اللي انا فيه؟ بتحملني المسؤوليه ليه؟ وانا كنت عملت ايه غلط؟ بنتي جالها عريس ملياردير شاريها وعايزها، رحت قلت لها، فرحت وزقططت. الراجل جه اتجوزها ونغنغها وعايشها في نعيم وعايشنا معاه. يبقى ايه الغلط اللي انا عملته؟ ان هي تروح تطلع عين الراجل وانا اللي اطلع راجل مش تمام؟ انت عايزاني اعمل ايه؟ اروح امسك في خناق عابد؟ ولا وافقها على انها تمشي مع بلطجه وتروح تستخبى عنده من غير اذن جوزها؟ في ايه؟ انا مش فاهم حاجه، انا مش عارف حاجه. في ايه؟ يحجز المدعو سيف الدين حافظ عبد العليم خضر على ذمة تحريات إدارة مكتب المخدرات مديرية أمن الجيزة لبيان عما إذا كان حسن النية من عدمه، مع مراعاة عدم سقوط مدة الحجز القانونية. وتحبس المتهمة غزل عبد المجيد زكريا المصري
4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى عليها التجديد في الميعاد. غزل، ما تقلقيش من اي حاجه، هخرجك. خلي بالك من نفسك. غزل، بعد اذنك لحظه ست الامين. طمني يا غزل، كلمت المحامي بتاعك وهيبدا الاجراءات فورا. طمنا يا صاحبي، انا معجوز على ذمه التحريات امينه. ابويا فين يا وليد؟ هو ما جاش؟ حمايه تعب لما عرف باللي حصل، وهو تعب بسيط وان شاء الله مفيش حاجه. طول عمرك ما بتعرفش تكذب. يعني هو ما فيش اي حد من اهلي هنا؟ وانا مش من اهلك برضو يا غزل. بكره ان شاء الله هخرج، الا لو محمود الرقا وعطتني في دماغه. مشكله مش فيا، مشكله في غزل. طب قول لي، في حاجه اقدر اعملها؟ ما تقلقش يا مالك، خلي بالك من روحك، خليك راجل. يلا خلينا نخلص. انا مش مهم، مصيبه في غزل. الله يسلمك يا حبيبتي، ده انا شفت ايام ما يعلم بها الا ربنا. بس وحياتك فضلت ثابته ومصممه على كلامي. كل ده عشان ما ضركيش ولا تشوفي اللي انا شفته ابدا. ربنا يخليكي ليا يا زغرطه وما يحرمني منك ابدا. ده انا كنت خايفه لا يضغطوا عليكي وتتكلمي. عيب عليكي، ده انت مع زغروطه. العمل ايه بقى دلوقتي؟ لا هو رجع لي ولا هي اتأذت، الموضوع كده خلاص خلص. ده حتى الخديوي ما بقتش بشوفه ولا بسمع اخبار عنه. لا بقولك ايه، احنا نهدى كده حبيبتي ونتكن. ما تنسيش ان انا طالعه بكفاله، يعني الموضوع ما اتقفلش. اهدى ايه؟ انت لسه هتقولي لا اهدى؟ يا جوزي يرجع لي يا وعز جلالة الله هنتقم من كل اللي عملوا فيا كده. لا اصبري بس، كله بأوانه. بس عايزاكي كده تشوفي لي قرشين لحسن انا على البلاطه، وبعدين نقعد بقى قاعده كده على رواقه عشان اتعب المحاماه. معلش يا زغروطه، ما عملتش حسابي المره دي. هقوم امشي والمره الجايه اجيب لك فلوس. اقعدي بس، ده رفعت الذهبي جاي وقال لي خليها تقعد تستني. تاني يا زغروطه؟ رفعت الذهبي وهنا؟ لا يا ستي، انا خايفه اقابله عندك، لا الخديوي يجي وتبقى مصيبه. لا ما تقلقيش، الخديوي مش هيجي. وايه اللي يمنعه؟ الخديوي محبوس. يا نهار اسود، ايه اللي بتقوليه ده؟ بس اقعدي. لما يجي رفعت الذهبي هيرسيكي على كل حاجه. هيخرج يا قدرية، ما تخافيش. وبعدين مالك قلقانه عليه قوي كده ليه؟ يعني بعد كل اللي عمله فيكي ولسه شايله همه؟ ما تفوق روحك بقى. بقول لك ايه يا رفعت، انا مش عايزه اسمع الكلام ده. هو مش كفايه ان كل اللي حصل لي ده من تحت راسها؟ ليه؟ هو انا اللي قلت له يروح يعرف عليكي مره تانية؟ الكبير بيتكلم صح، في الاول وفي الاخر اللي فضحك عند الخديوي اخوه مالك. ممكن تقول لي ايه اللي تعرفه عن الخديوي عشان انا ما اعرفش عنه حاجه؟ هو انا مدير اعماله؟ انا بقول لك على اللي اعرفه بس. المهم انت ناويه على ايه؟ ناويه على ايه؟ في ايه ولا ايه بس؟ في حدوتتنا يا بنت الكبير. من الاخر انا مستني عدتك تخلص ويحصل اللي كان المفروض يحصل قبل ما عقلك يخف وتروحي تختاري الخديوي تاني. انا ماشيه. اقعد ما تستعجلش، اجيب لك اخر الجندول في الموضوع ده. من الاخر قدرية بتعشق الخديوي زي ما انت عاشقها بالظبط، وعندها امل كبير قوي انه يرجع لها. لكن البت اللي اسمها غزل دي قلبة دماغه واكلة عقله، يعني عمره ما هيرجع لقدرية. ساعتها مش هتلاقي قدامها غيرك، بس انت اتقل. يعني خلاص خديوي خارج بكره؟ ان شاء الله. المهم قول لي،
الواد وجدي ناوي يديك العربيه تاني ولا لا؟ بصراحه هو مش ناوي اديها لك تاني. ليه؟ ما انا اخر مرتين مرجعها له سليمه. في ايه؟ هو هيتعوج عليا ولا ايه؟ اصلا ما انت بتحرق بنزين كتير ومش بتكيشه ومعطله عن شغله. وبعدين هو قال لي لو الشركه عرفت بالحوار ده هيطيروه. ماشي، شوف لي انت عربيه تانية بواد تاني وانا هكيشه. ايه يا عمو هكيشك انت كمان. ماشي. انا ضميري بيأنبني قوي يا سما. حاسه ان احنا سبب في كل اللي بيحصل لها ده. بصي، هي صعبانة عليا قوي وهموت عليها والله العظيم. أنا بعيط من الصبح، بس أنا ضميري مش مأنبني ولا حاجة، عشان كل اللي هي فيه سببه حاجة واحدة بس، طلاقها من عابد اللي كلنا حاولنا نمنعه. او هو يعني كل واحده بتطلب الطلاق بتلبس قضيه مخدرات؟ مين قالك إن حد ملبسها؟ مش جايز البلطجي اللي هي ماشية معاه هو اللي مورطها؟ لا يا سما لا، انت المفروض اكتر واحده عارفه غزل وعارفه ومتاكده ان هي بريئه. أختك طول عمرها مجنونة وعنادية، فليه مستبعدة إنها تكون بتتاجر في المخدرات أو حتى بتتعاطاها؟ هي مش كانت فكرت تقتل جوزها قبل كده؟ يعني هي مش شيخة ولا حاجة. ما هو ده اللي انا خايفه منه، خايفه نكون احنا السبب في كل ده. جايز من كتر ما ضغطنا عليها زقناها ناحيه تصرفات ما كانتش تتخيل ان هي تعملها. لا أنا مش هظلم نفسي بذنب أنا ما عملتوش. أختي وصعبانة عليا وهموت عليها، بس ما تشيلناش ذنب إحنا ملناش فيه. إحنا لا ضربناها على إيدها إنها تتجوزه ولا ضربناها على إيدها إنها تتطلق منه. وبعدين فوقي نفسك بقى يا هند، إحنا داخلين على بلاوي سودا. أختك ضيعت نفسها وضيعتنا معاها. عندك حق، هي اللي ضيعت نفسها، بس انا مش ناويه اضيع نفسي انا كمان. دي حكايتك صعبه قوي يا مدام غزل. لا ومصدقين كمان إن أنا وحشة. مش بعيد يكونوا فاكرين المخدرات دي بتاعتي. لا مش للدرجه دي، اكيد هم عارفينك كويس. أنا خرجت النهارده من النيابة ما لقيتش حد فيهم. مش قادرة أستوعب اللي بيحصل لي. هو أنا كده خلاص هقعد في السجن؟ ان شاء الله ربنا هيسر الحق، سيبيها على ربنا. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. الله يسلمك يا مينا. أنا خفت الرخاوي يتنح معاك ويحبسك. الراجل ده مع انه حاططني في دماغه بس حق الله انا مش كارهه. راجل دغري مظبوط. اول ما عرف ان انا ماليش في السكه عملوا تحرياتهم ومشوني على طول. المهم دلوقتي يا مينا عاوزين نوصل للواد اللي اسمه ابراهيم ده اللي شغال مع عبد التيمور، ده اللي معاه مفتاح براءة غزل. تمام، بس عاوز افكرك بحاجة. احنا لسه ما خدناش بطارنا من اللي ضربك بالنار ولا اللي ضربه مفاتن، ده غير ان الرجاله بتجز من قله الشغل. وبعدين يا صاحبي كله بأوانه يا مينا، كله بأوانه. انا مش ناسي حاجه، مفيش حاجه هتحصل الا بعد براءة غزل. لازم نطلع غزل من المغرز اللي هي فيه. مالك فين؟ انت ايه حكايتك بقى وعايز مني ايه؟ مش معقوله يعني كل ما اطلب عربيه الاقيك انت اللي طالع لي. عشان اتكلم بصراحه. يا ريت. انا معجب بيكي. انا تقريبا ما بفكرش غير فيكي. انا فاهم ان انا ممكن اكون مش قد المقام، بس على فكره انا والله معايا فلوس كتير قوي. هي فلوس اخويا الكبير، وانا يعني حابب اعتمد على نفسي زي ما انت شايفه كده. انا مالي، دي حاجه ترجع لك، بس اللي انت بتعمله ده غلط وعيب. اصلا لو اخويا عرف ممكن يأذيك بجد. بص انت اخوك على راسي والله، بس يعني يأذيني دي وسعت منك شويه. لا معلش، اسأل عن محمود الرحاوي وانت تعرف كويس قوي انه ممكن يأذيك. هو انت بتقولي مين؟ محمود الرحاوي. طب بص، انا البنزين عندي خلصان، ولو اتحركنا بالعربيه هتقف بينا، فانا شايف يعني يستحسن تطلبي انت عربيه تانية. انا كده كنت هنزل، انا ركبت بس لانك مغير العربيه، ويا ريت ما تعملش كده تاني.
ايه الحظ الاسود ده؟ اخت الرحاوي؟ ده انت فقري بقى. انت اخو ابراهيم الورداني؟ مين معاه؟ فعل خير، قول له يخلي باله، خليه وقلب عليه الدنيا، وده رقم عشان لما يحتاجني بعد كده. سلام. انت تحدد لك اول جلسه بعد الشهر من النهارده، بس عايزك تطمني خالص يا غزلاني. الاستاذ سيف كان لسه عندي وقال لي ان هو قلب مصر كلها على ابراهيم الجارد بتاع عبد بيه، وانه اكيد هيلاقيه ويجيبه وهيخليه يعترف بكل حاجه. لو ده حصل اوعدك انك هتخرجي فورا. طب ابراهيم ده لو محدش لقاه او مات مثلا، اتسجن انا ظلم؟ لا طبعا، هو في امور كتير انا اقدر اعملها اقنع بيها النيابه والمحكمه، لان الموضوع ده اصلا ملفق، بس العمليه دي هتاخد مننا شويه وقت. انما ظهور ابراهيم واعترافه هيأثر علينا المشوار. الاستاذ سيف بيقول لك ما تقلقيش، هو مش ساكت. كتر خيره. ممكن تقول له غزل بتقول لك لو انت زهقت وتعبت انا مش هلومه ولا ازعل منه. بالعكس يا هانم، ده مهتم جدا جدا. معلش قول له كده بس، وقول له كمان ان انا بشكره، هو عمل اللي عليه وزياده. يا حبيبتي يا بنتي، كانوا منعنا في زيارة في القسم، بس براءة 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 إن شاء الله يا حبيبتي، براءة. اطمني يا حبيبتي، ان شاء الله خير، تشد وتزول. بدعي لك والله العظيم يا حبيبتي ليل نهار. غزل حبيبتي، معلش انا معرفتش اجيلك، بس والله انا ما بنامش من كتر قلقي عليكي، صدقيني. كتر خيركم، تعبتوا نفسكم. غزل انا جيت لك والله، بس ما سمحوش بالزياره. لو وصلنا المحكمة وخلفت اللي اتفقنا عليه، عليا الحرام من ديني، لا هبكيك على اهلك لحد يوم دفنتك. هخليك كل يوم تاخد عزا حد من اهلك، وهعرفك بقى تمشي بالوصول ازاي. تمام يا غداوي، استحملني من عبد بيه. يا مالك، احنا في طريق المحكمة، قربنا نوصل. يلا سلام. هو الطريق قفل ليه؟ ظهر في حادثة يا غداوي. طب انزل يا منى شوف الموضوع. ما قلت لك يا جدع مش دي السكة. والله يا غداوي المفروض الطريق ده مختصر، بس مش فاهم فيه ايه. عربية خضار عاملة حادثة والخضار كله مرمى على الأرض واقف السكة، والسواق الصغير شكله متعور. ايه عطر معطر يا غداوي. سقط. انزل.
انزل. بتعمل ايه؟ انزل. يلا يلا. حضرتك بتقول ان جد جديد في القضيه وان معاك دليل براءة موكلتك. اتفضل وضح لنا. طبعا يا فندم اكيد. هوضح دلوقتي حالا. يا مالك، اخوك فين يا مالك؟ انا باني مرافعتي كلها على وجود ابراهيم، يعني لو ما جاش هتاخد حكم اكيد. والله انا كلمته كذا مره ما بيردش، بس انا بس اكلم حد من الرجاله اكيد معاه. هو ايه الموضوع يا استاذ منير؟ مش هنقدر ننتظر اكتر من كده. ارجو ان يتسع صدر هيئه المحكمه الموقره وننتظر وصول دليل براءه موكلتي الى قاعه المحكمه. يا استاذ منير المفروض الدليل ده يكون معاك قبل الجلسه. وبعدين انا انتظرت كتير وواضح جدا ان الدليل اللي بتتكلم عنه ده مش جاهز. فعلا يا فندم، واضح ان في تاخير، بس ده خارج ارادتنا. الحكم بعد مداوله. غزل عبد المجيد زكريا المصري افندم في الجنايه رقم 4962 لسنه 2021 جنايات الجيزه بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق وبعد المداوله والاطلاع على مواد قانون الاجراءات الجنائيه وقانون العقوبات، حكمت المحكمه حضوريا وباجماع الاراء معاقبه المتهمه غزل عبد المجيد زكريا المصري بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 50,000 جنيه. رفعت الجلسة. بنتي بريئة. بنتي يا حبيبتي بريئة. بعد اذنك يعني اقول للمدام كلمه اخيره. بكره باذن الله زي دلوقتي ده بالكتير هتعرفي انك انت ارتكبتي اكبر غلطه في حياتك وهتندمي ندم عمرك. بس كنت فاكره ان حياتك معايا مع عابد تيمور كانت هي المعاناه، تبقى غلطانه، لان المعاناه الحقيقيه هتبتدي من دلوقتي. خدت. هو انت ليك علاقة بالموضوع ده يا عابد؟ عملت ايه لما سمعت الحكم؟ انهارت، عيطت، صعبت ايه؟ كانت مصدومة طبعا. جابت السيرتي؟ لا، هي في ايه ولا في ايه؟ احنا ما اتكلمناش اصلا يعني.
بس انا كنت بسألك انت ليك علاقة بالموضوع ده؟ يعني متهيألي لو ليا علاقة فعلا بالموضوع فيبقى عيب انك تسألي، لأني أكيد مش هحب إن أنا أعترف، ولو ماليش علاقة بالموضوع فعيب برضه إنك تسألي علشان تبقي بتتهميني اتهام مش تمام. يعني في الحالتين اختصري وقولي سوري وخلاص. اوكي، عندك حق، سوري. لا اتس اوكي مفيش حاجة. بس انا كمان ليا حق اني اقول لك جه الوقت انك تعلن فيه جوازك مني رسمي. صاحبتك هتزعل قوي لما تسمع الخبر ده. وانا بقى ما يهمنيش حد غيرك. طب انت مستعجلة ليه؟ يعني اصل انا باجي الاوتيل من غير اي سبب، وبعدين غزل مش هنا، فيعني شكلنا بقى مش حلو. طيب اديني فرصة أفكر. انتوا مش بتعملوا كده؟ اديني فرصة أفكر. اديني فرصة. سيبيني أنا دلوقتي شغل. سيبيني النبي عشان أنا بس مصدع جدا ومش تمام. عشان أبقى لطيف معاكي. اوكي. يلا. اديني فرصة أفكر. هنجيبه قضيوي، هنجيبه تاني ونخليه يعترف بكل حاجه غصب عنه وعن اللي جايبينه. غزل مش وش حبسه وبهدله امينه. غزل غلبانه مش هتستحمل رمية البرش. اول ما نجيبه يعترف يطلعها صدقني، بس يا نصيبها كده. لا نصيبها ولا ترتيب شيطاني. في حد قاصد يرازي فينا عشان نتعطل وما نوصلش للمحكمه بالوقت. حقك على غداوي. انا حاسس ان انا السبب في اللي حصل. انا غيرت الطريق عشان فاكر ان الطريق ده اقصر، بس النصيب بقى انا مش عارف اللي حصل ده حصل ازاي. نورت الدنيا يا حمزه، والله زمان. مساء الفل يا كوتش. فاكر زمان لما قلت لك عدلتك دهبي مش خديوي؟ ما صدقتنيش. فاكر، بس اعمل اي كلام. انا هنا مش عشان غدار ولا خاين، بس الخدوم ما يستحقش ان الواحد يتعب له. جه عليها كتير واسال ميزه، وفي الاخر هو غدر بميزه وقعده في بيته. ولا ميزه؟ صح، هو كده فعلا يا كوتش. يابا الحكايه كلها مسلمه بعضيها. خلينا بقى في المهم. الساعه 2 بعد نص الليل. فعلا مفيش وقت. بص يا ابو الصحاب، فاكر لما قلت لي في التليفون على حوار الجرد بتاع عابد تيمور؟ ابراهيم الورداني. حلو. الواد ده انا مش عاوزه يوصل للمحكمه والبيت تاخد عقوبه. مينا، ما تسيبنا سوق النهارده. سوا يا اخويا. كل المطلوب منك يا حمزة إنك قبل ما توصل المحكمة هتمشي من طريق تاني هقول لك عليه، على أساس إنه طريق مختصر. ولما تدخل الطريق ده هتلاقي عربية خضار موقعة بضاعتها على الأسفلت وعاملة حادثة مع عربية تانية. يعني الشارع هيكون مقفول ومتبرشم على الآخر. يلا حرام. يلا انت شوية. يلا
الواد ابراهيم قافل تليفونه، شكله مش هيفتحه تاني. لما نطب عليك شاهد بني سويف يمكن الاقيه هناك. اكيد غير مكانه ايهاب، ده يبقى عيل غبي. بس ده مش معناه ان احنا ما نكشفش عليه هناك، على الاقل نطلع باي معلومه. لقيت حاجه يا مالك؟ بص، هو حساب الفيس بتاعه قفله، بس انا قفشت كام حساب كده للعيل من اصحابه. انا كلمت فريد ابن عمي وقال انه يعرف ناس من عيله الوردين بني سويف ويبعت لي ارقامهم. الموضوع ده لازم يخلص يا رجاله. كل ليله بتعدي على غزله وهي في السجن انا دمي بيتحرق، ولازم تعملوا حسابكم على حاجه. انا مش هعمل اي حاجه في الدنيا غير لما غزل تطلع والموضوع ده يخلص. اللي عاوز يكمل معايا ويقف جنبي يا مرحب، اللي نفسه جايبه لي الشقاوه والشغل من جديد على الله حكايته. كل صاموله وليها مفتاحها، مفيش حاجه بتتربط فيها بالعافيه. اللي عاوز يفرق يقول من دلوقتي. اكيد كلنا معاك ولا يا رجال؟ اه طبعا. انت عايز سؤال؟ رجالتك ياخدوه في ظهرك. عايزك في كلمتين على فراد غديوي. تعالى. برضه شغل النسوان مفيش فايده. ده يا عم حمزه، مالك في ايه؟ يا عم مالك، بنتفضفض بكلمتين ما نتفضفضش. لا ماله، فضفض يابا براحتك. في امينه اللي ما يشوفش من الغربه اللي يبقى معاه، واللي كنت بحاول اشيله من دماغي طول الفتره اللي فاتت ديت خلاص ما بقتش قادر. احنا شكلنا ظلمنا الواد ميزه والخير لسه موجود ما بيننا. انا ما ظلمتش ميزه، انا قعدته في بيته ومرتبه بيوصل له. انت عملت كده عشان مش مرتاح له. انا لو كنت رايق كنت اتاكدت وقطعت عرق وسيحت دم، بس انت عارف الظروف وقتها كانت عامله ازاي. ودلوقتي الظروف اشد واصعب. انا من رايي ما تتكلمش في حوار غزل قدام حد غير انا ومالك، والباقي ما يعرفش غير عند التنفيذ، وما يعرفش هو رايح يعمل ايه اصلا. انت قلقان من مين؟ اللي طول عمرك قلقان منه. حمزه. مش ده اللي ودانا الطريق اللي وقفنا فيه واصر الصبح ان هو اللي يسوق؟ بس ده مش دليل. انا ما قلتش دليل، بس حرص ولا تخون. انت عندك حق. عايزك تفكر معايا لان انا خلاص ما بقتش اعرف افكر. كل تفكيري رايح لغزل وحالها. يا ترى هي عامله ايه؟ اسمك حلو وشكلك كمان طبعا. انت عرفت اسمي منين؟ الشاويش ميرفت قالت اسمك وانتي داخله العمر. أبلة يسرية عايزاكي. مين أبلة يسرية؟ اللي هناك دي. يلا غوري من وشي. أبلة يسرية كبيرة العمر من كبار السجن، ست طيبة ورايقة، بس تحب اللي يقدرها ويديها قيمتها. ويا سلام بقى لو حبيتك تديكي عينيها. حاولي على قد ما تقدري تكسبيها عشان تسهلي على روحك دنيتك كده. مش عايزة أتكلم مع حد. لا 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 طبعا، اسمعي كلامي وروحي لها. أنا اسمي هاجر. تعالي. اقعدي يا حبيبتي. شايفة كل النسوان دول؟ أول مرة توصل فيها العنبر ده قعدت قعدتك دي. ومش دول بس، اللي قبلهم كمان.
حاكم أنا بقالي هنا 15 سنة ولسه قاعدة مش ماشية. ورد عليا نسوان ياما، مفيش واحدة فيهم تقدر تنسى أبلة يسرية. انا جيت لك عشان مش عايزه مشاكل، كفايه المشاكل اللي انا فيها. يخيبك يا دي البنية، هو انت كنت خايفة نعمل لك استقبال زي بتوع السيما؟ ها اسمك غزل ايه يا غزال؟ غزل المصري. عاشت الأسامي يا حلوة. بصي بقى، أنا عايزة أقول لك كلمتين تحطيهم حلقة في ودنك. سندك في السجن ده بعد ربنا زنزانتك وزميلاتك اللي قاعدين فيها معاكي. مش عايزاكي تداري نفسك ولا تستخبي، احنا فيسبوكك وانستجرامك. ايوه اضحكي، مش مستاهله. عايزاكي كمان تتعودي على الوضع الجديد، تستمتعي بالحلو القليل اللي فيه، والمشاكل ارميها ورا ظهرك. وايه الحلو في حبسه زي دي وانا مظلومه؟ مظلومة مش مظلومة، انت قاعدة معانا ومفيش في ايدك حاجة، والمثل عندنا بيقول المسجون غلب المجنون، ولو حبسوا المسجون في بلاعة يطلع بسجارة وولاعة. اطلعي بسجارة بقى وانا عليا الولاعة. يا ستي بنهزر معاكي، مشي حالك عشان تزقي ايامك. احساس بالظلم ده اوحش احساس في الدنيا. انا لو هنا عشان بكفر على حاجه انا عملتها كانت تهون، بس انا مظلومه. يا ستي عارفين ان الظلم مر، بس في الاول وفي الاخر ده مشوار حياتك، هتمشيه من اوله لما لحد اخره، ودي محطة الصبر. فاصبري وزقي يومك. نسوان العنبر اجمعوا عندي هنا عشان نعرفكم على غزل. وبعدين في ايه؟ يعني جيت العمارة وما جيتش تطل على ولادك؟ انت مش واخد بالك انت بقالك قد ايه ما شفتهمش؟ وانت بقى جايه تحاسبيني ولا ايه؟ لا حاسبك ولا تحاسبني يا سيف. اللي بيني وبينك عيالك، وانا ما احبش ان عيالي يحسوا ان ابوهم مش مهتم بيهم وما بيسالش عنهم. الصبح هعدي عليهم. وخلاص كده يا سيف؟ وانا هنت عليك للدرجه دي؟ وهنت عليك العشره اللي بينا؟ انت اللي هان عليك يا قدرية، والغلط راكبك من ساسك لراسك. وانت تعلمي مين هو سيف، مش جديد عليكي. وان الغلطة عندي فورة، وانت غلطتي، وغلطتك مش اي غلطة. وانا قلت وشرحت وفسرت الغلطه دي اولها لاخرها. لو كان ليا في قلبك حب او غلاوه كان زمانك سامحت وغفرت، بس انت كنت عايز تفارق، حابب تفارق. واقول لك على حاجه كمان يا سيف، لو ما كانش في غزل كان زمانك دلوقتي بايت في بيتك ونايم جنبي في سريرك. واضح ان مفيش فايده، انا كده عملت اللي عليا للاخر. ربنا بقى يهديك، ربنا يهديك وتفوق لنفسك قبل ما يبقى متاخر قوي.
عارفة إحساسك، أكيد مش قادرة تنامي. تفتكري مين هيجي يزورني بكرة؟ أكيد الخديوي. بس المهم بقى أنت محتاجة تشوفي مين غير الخديوي طبعا. بس أشوف أبويا. أنت بتتكلمي بجد؟ نفسي أحس إن أنا ليا أب بيخاف عليا وبيحبني. عايزة أحب وعايزة أترمي في حضنه. عارفة، لو هو جه وندمان على اللي هو عمله وطيب خاطري بكلمتين أنا هسامحه، والله العظيم هسامحه. معلش يا حبيبتي، نامي نامي وإن شاء الله تلاقيه بكرة قدامك في الزيارة. انت اللي جايبك هنا؟ أنا لا جاية أشمت ولا جاية أدعي عليكي علشان خربتي بيتي وخليتي ولادي يبعدوا عن أبوهم. الكلام ده مش حقيقي، وأكيد يعني أنا مش هتكلم في حاجة زي كده دلوقتي في الظروف اللي أنا فيها دي. خلي عندك رحمة. وانتي كان عندك رحمة ما خطفتي جوزي مني؟ وأنا قلتلك إن ده مش حقيقة. استني هنا، ما أنا ما جبتش إذن نيابة وقلبت الدنيا عشان في الآخر أجي أقول الكلمتين دول وأمشي. أنا عندي ليكي عرض ما يترفضش. عرض إيه؟ هخرجك من السجن وهظهر براءتك، بس بشرط واحد، تسيبي الخديوي وتبعدي عنه وتبلغيه إن هو يخرجك من حياته خالص. لو ليا نصيب إن أنا أخرج من هنا هخرج، بيكي أو من غيرك. بس لازم تبقي عارفة حاجة، إن أنا عمري ما هنسى الخديوي اللي عمله معايا، ولو شفته هقوله إن هو يرجع لك أنتي والأولاد من غير ما أكدب وأقول حاجة مش حاساها. لو ما عملتيش اللي أنا قلتهولك زي ما أنا قلت وعايزاه، مش بس مش هتخرجي من السجن، لا، ده أنا هجيب لك جوه اللي يربيكي ويعرفك إن الله حق. فاهمة؟ ماما، غزل حبيبتي، حبيبتي يا حبيبتي، حبيبة قلبي. سامحيني يا بنتي، سامحيني، أنا السبب في كل ده، سامحيني. أقسم بالله يا ماما أنا مظلومة، أنا عايزة أخرج من هنا. هتطلعي يا حبيبتي، ركزي في الصلاة وقراية القرآن وأنا مش هسكت. تابيش انتي نفسك، هو المحامي هيتصرف. هو الخديوي كان جايب إبراهيم وأنا شفته عند المحكمة، بس هو وصل متأخر. أنا مش عارفة حاجة، ولا عارفة آخد لا حق ولا باطل من أبوكي وأخوك. هو أبويا ما جاش ليه؟ لا جاي يا حبيبتي، بس هما ما رضوش يدخلوا إلا واحد مننا، بس قالوا إن في حد جاي، وما ينفعش أكتر من 2 في زيارة لوحدي يا حبيبتي. يعني حتى كمان ضيعت عليا الزيارة بتاعت أبويا. هي مين دي يا حبيبتي؟ طريقة الخديوي اللي كانت قاعدة هنا. هو أبويا زعلان عليا. طبعا يا حبيبتي، زعلان عليكي قوي يا حبيبتي. طب واخواتي هند وسما؟ كلهم بيسلموا عليكي وبيدعوا لك حبيبتي. يعني هما شايفيني مظلومة ولا لسه مغلطيني؟
يا بنتي سيبك من الأسئلة دي، طمنيني عليكي، عاملة إيه وعايشة إزاي؟ في حد بيضايقك جوه؟ ما بنامش خالص. كل اللي جوه طيبين وبيحبوني. انا بس عايزاكي تشوفي المحامي، انا عايزه اعرف ايه اللي هيحصل معايا. حاضر يا حبيبتي، حاضر. أنا بدعيلك ليل ونهار يا حبيبتي، وإن شاء الله هتطلعي قريب إن شاء الله. بس قوليلي، لو الخديوي ده معاه مفتاح براءتي، طب ما أروح له أنا وأتكلم معاه. مش عارفه، انا كنت فاكره ان هو هيبقى موجود النهارده. حبيبتي عملت ايه يا مفاتن؟ شفتيها؟ ما رضيوش يدخلوني. لا مش انتوا وريتوا لهم اذن النيابه؟ ايوه بس هم قالوا ان زارها 2، امها وواحده ست تانية، وهو يعني ما ينفعش اكتر من زيارتين. يعني هي ما عرفتش ان طلب اللي زيارتها اترفض زي ما انا فاكره ان انا اتخليت عنها. ده انا اتحايلت عليهم محايله جوه، وشغلت الزنانه بقى على الرايح والجاي، وهم ولا اكني كلب بيهوهو، لحد اما قالوا لي احنا ممكن ندخلك بس ما نطلعكيش تاني. لحد هنا الصراحه قطمت. معلش يا خديوي، الاستاذ منير يبقى يروح لها ورسها بنفسه. يلا بينا احنا. ايوه اهلا يا مرحب، اتفضل لنا يا عم الجيزه كلها، شرفت ونورت. يا مرحب يا مرحب، نورت الجيزه كلها. اتفضل. ازاي الحال يا دهبي؟ انا بخير طول ما انت بخير. تشرب ايه؟ لا انا لسه فطران والحمد لله. خير، ايه العباره؟ انا العباره. شوف يا عم شعبان، انا تربيتك وانت معودني معاك على الصراحه، من الاخر ومن غير لف ودوران. انا طالب ايد ست الكل، الست قدريه بنت كبيري اللي لحم اكتفي من خيره. وزي ما انت شايف انا غيرت عفش البيت عشان ما تخشش على عفش قديم. ايه الكلام ده يا دهبي؟ ما انت عارف ان الست قدريه لسه في شهور العده. وانا بعد العده، وبقول لك العده بتخلص والايام بتجري وبتمر، والخديوي مش راجع يا عم شعبان. انا بقول لك مش راجع، وان حب يرجع انا مش هخليه. انا بجيب لك من الاخر عشان ما اخدعكش. اللي انت رفضته زمان هتقبله دلوقتي، وده عشان مصلحتها ومصلحتي، ومن الاخر بقى عشان مصلحتك انت كمان. ولا انت عايز تعيد معايا غلط زمان؟ شوف يا دهبي، انت عارف ان انا طول عمري بعتبرك انت وسيف زي ولادي، ولما انت اتقدمت انت والخديوي هي رفضتك وقبلت الخديوي، وانا ما كانش لي يد في الموضوع ده، كان اختيارها هي. وطلع اختيار خيبان، طلع غلط، والصح قاعد قدام منك اهو. انا عارف ان من جواك تتمناها لبنتك، وانت يا عم شعبان اللي زعلانين منك كتير، وانا هعيشهم عنك. بقول لهم الراجل ده لحم اكتفي من خيره وفي حمايتي. اقسم بالله يا عم شعبان انا حايش عنك بلاوي، ما انت دفترك اسود. بقول لك يا دهبي، انا ما بخافش من حد. انا يلا السلامه، اللي عاوز ياخد عمري يجي ياخده. انا رجلي بره ورجلي جوه، انا مش فارق معايا نفسي، انا قلقان على قدريه وبس. ولو هي وافقت اكتب عليها بعد شهور العده. مفيش لو. امال انت دورك فين يا كبير؟ معقوله مالكش كلمه عليها؟ وبعدين لو على قولك انت رجل بره ورجل جوه، اكيد عايز تحافظ على الرجل اللي جوه دي اطول وقت ممكن. لا مش عايز تتبهدل على اخر ايامك من شويه ماضي. انا عايز كلمه منك ودلوقتي. خلاص يا دهبي،
لما توفي عدتها انا هتكلم معاها، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. انا الخير يا عم شعبان، واقطم بقى واقعد لما الف لك سيجارتين من بتوع زمان. اللي في السوق كله وحش. اقعد. ماشي يا دهب. انت عايز ترجع للهم ده كله عشان خاطر بنت عاجباك؟ لا كمان البنت دي هتوديك في داهيه. يا اسطى انا ما بفكرش غير فيها اساسا. وبعدين قشطه يعني، لو الموضوع موضوع علام وشهاده طب ما ارجع اتعلم. انت فاكرك ان اخوها ممكن يوافق بيك؟ انت لو طلعت الاول على الجمهوريه انت ناسي اخوك مين واخوها مين؟ يا اسطى مش ناسي، بس انا ده عطوه، مش اللي هو بنت مثلا ماشيه في الشارع كده انا معجب بيها، لا انا بحبها. طب انت عارف اقسم بالله انا كل يوم بفضل ماشي وراها من غير ما تشوفني. بس انا بقيت عايز انام بدري عشان اصحى تاني يوم بسرعه عشان اشوفها رايحه الكليه واستناها وهي راجعه. انا مش عارف البت دي عملت فيا ايه. عارف انا عارف ان مفيش امل، بس انا برضه مش عارف انساها. شفتي العبط بتاعها والنبي يا أبلة؟ اقسم بالله شاويش ميرفت وهي بتنادي على قدريه انا افتكرتها بتنادي على مسجونه تانية. هو انا يجي في بالي انها تيجي هنا؟ معلش يا حبيبتي، انت اصلك لسه جديده على السجن، بكره تتعودي عليه وتعرفي نظامه. الحياه هنا صعبه قوي، الواحد ما بقاش عارف الصح من الغلط. بالعكس، السجن عكس اللي انت بتقوليه ده خالص، لان هنا كل حاجه هي فعلا زي ما انت شايفاها. الحلو منه حلو والمر مر، والمثل بيقول عايز تحيره خيره. السجن ما فيهوش اختيارات، ودي حلاوته. حلاوته ايه بس؟ انتي خلاص اتعودتي، انا بقى مش عايزه اتعود. انا عندي امل ان انا اخرج وابدا حياه جديده. انا ست اتعرض عليا كنوز الدنيا كلها وما لقيتش فرحتي، ما لقيتهاش الا مع الخديوي. بس يا خساره، شفته في ايام كلها قهر وخوف. معلش يا حبيبتي، إن شاء الله كل ده يتعدل وهتخرجي، ولا إيه يا أبلة؟ اذا كان عليا انا شايفاها بتسلم علينا وهي خارجه والضحكه ماليه وشها من هنا لهنا. يا رب اسمع من بقك ربنا. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. قال لك ايه؟ عبد تيمور سافر بره مصر، لا يكون خد الواد معاه. يا عم انت فاكر ان عبد تيمور ده هيفرق معاه ان برام ده يتحبس ولا لا؟ بس يفرق معاه ان الواد ما يلوكش ويقول ان هو اللي وزه. طب ما احنا متفقين مع برام ده من المره اللي فاتت ان هو اللي عمل كده عشان غزل كان بيتعامله وحش ومش هيجيب سيره عبد تيمور. وعبد تيمور يضمن دي منين؟ اسمع مينا، احنا لازم نتاكد ان الواد ده هنا وما سافرش. ممكن ادخل؟ كنت عايزه اقول للخديوي على حاجه. تعالى يا فاتن ارتاحي. انا يعني كان في حاجه كده وكنت محتاره اقولها لك ولا لا، بس بعد ما فكرت لقيت انه لا، لازم انا اقول. طب ما تقولي يا ما فاتن في ايه وخلصينا. انا وانا واقفه رازي في الظباط عشان يدخلوني لقيت ام فارس خارجه من جوه. جوه منين؟ من الزياره. فريد الخديوي كان شافك هناك، كنت هتعملي ايه يا قدرية؟ كنت همشي. أنا أصلا أول واحدة رايحة الزيارة، ما كانش في حد جه لسه. مشوار ملوش أي 30 لازمة أساسا. أديني بحاول يا حاج، ولا أنا مش من حق أدافع عن جوزي وعيالي؟ من حقك، وأنا الود ودي ترجعي لجوزك وعيالك يا قدرية، بس مش عايزك تخسري كل حاجة. تقصد إيه؟ رفعت الدهبي كلمني النهارده وقال لي عايز يقعد معايا. رحت له، لت وعجن كتير، في الاخر طلبك مني للجواز، وانا قلت له بعد شهور العيد. هو الكلام ده وقته؟ أنت شايف كده؟ مين اللي بيخبط كده؟ خير يا أبو فارس، في إيه؟ العيال فين؟ في مدارسهم. كويس، وكويس ان انت هنا يا شعبان.
شعبان؟ ايوه شعبان، عشان الاحترام عدلته تبقى رايح جاي. احترمك فتحترمني. الاحترام ابو جهه واحده ده انا ما بعتمدوش، عشان ده الضطيه. وانت تعلم ان سيف الخديوي ما بيطاطيش لجنس بني ادمين. ما دام مش عارف تلم بنتك وتحكم عليها وتفهمها ان هو لازم تحترمني وما تعديش حدودها معايا، يبقى مالكش احترام عندي واسمك شعبان. انت ازاي تكلم شعبان الكبير بالشكل ده يا خديوي؟ ما على مهلك شويه يا خديوي، ايه اللي حصل لكل ده؟ انت ايه اللي وداك الغزل في السجن؟ ما تنطقي! رحت عشان استرجعها تسيبك ليا، تسيبك ترجع لبيتك وولادك. ايه كفرت؟ تسترجيها؟ ده انت يا قدراه بنت شعبان هتروحي الواحده مرميه في السجن لا حول ليها ولا قوه عشان تسترجيها؟ رحت عشان استرجعها يا خديوي، واعمل اي حاجه عشان ارجع جوز ابو عيالي. ايه العيب في كده؟ العيب بقى ان انت تيجي تزعق لابويا وتكلمه بالشكل ده، وان انت تيجي تتهجم علينا علشان خاطر انا ست عايزه احافظ على مستقبل عيالي اللي هم عيالك. انا عايز اعرف دلوقتي انت رحت لها ليه وقلت لها ايه؟ وياكي تكوني ضايقتيها. اعرف. طب ضايقتها يا خديوي، وطالما فرقلك قوي كده روح اشبع بيها. ورحمة امي من النهارده لو اتطبقت سما على ارض ما انا راجعه لك تاني. بس كده، اربطي بقى على الكلمتين دول عشان عليا الحرام من ديني. لو انت اخر ست انا ما هرجع لك، وياكي دوبي ناحيتها عشان ورحمة النبي لا ادفنك حية ولا اتم عيالك. ورحمة امي في تربتها لا احرق قلبه زي ما حرق قلبي. والله العظيم لا ندمه ان هو اتجرأ واتطاول عليك وكلمك بالشكل ده. حقك عليا يا حاج، حقك عليا ما تزعلش. قوم يا حاج، قوم ادخل ارتاح جوه شويه، انت تعبت النهارده. مش قادر، رجلي مملة يا بنت. هلا رجلك بس، قوم بس استند عليا. مش شايلاني يا حاج مالك يا حاج؟ مش شايلاني مالك يا حاج؟ مالك في ايه؟ قال لك ايه؟ عبد تيمور سافر بره مصر، لا يكون خد الواد معاه. احنا لازم نتاكد ان الواد ده هنا وما سافرش. تعالى يا حاج، تطلع الدور اللي فوق يا حاج، المكتب اللي على اليمين. ماشي يا ابني، شكرا. يا جنابه. اهلا يا غديوي، خير ان شاء الله. عاوز اقابل محمود بالرحاوي. عايز تقابله ليه؟ موضوع كده يخصني ويخصه، ما ينفعش حد يعرفه غيره. طب استناني شويه، ارتاح يا غديوي. اهدى يا قدرية، انا معاك يا ست الكل، ما يهمكيش اي حاجه. انا هبعت رجالتي دلوقتي ياخدوا المعلم شعباني ويودوه على احسن مستشفى. بس انت اهدي وانا عناية ليكي. سلام. رماح، امورنا كبير. اسمع، اطلع على بيت الست قدرية، المعلم شعبان الكبير تعبان شويه. خد بحر وقرش واطلعوا بيه على مستشفى الحريه، وانا هحصلكوا على هناك. حصلك بيه. من بدري بقول اللي جاي احلى، مفيش حد صدقني. اقعد. لا يا باشا مش مشكله، هم 10 دقايق نوقفهم. بقول لك اقعد. باشا انا عاوز اتكلم. اتكلم. انا عارف ان محمود بالرحاوي راجل محترم وما رضاش بالظلم وراجل يعرف ربنا. انا مش مستني رايك فيا، ادخل في الموضوع على طول. عايز ايه؟ دلوقتي يا باشا سيادتك اللي قبضت علينا وسلمت غزل. الست دي مظلومه وشايله شيله مش شيلتها. امال شيلت مين؟ شيلتك انت؟ ضميرك صحي وجاي تعترف ولا ايه؟ محمود بيسمعني للاخر، خدنا بك صبر. القصه كلها عند الواد ابراهيم الورداني اللي شغال مع عبد تيمور، هو اللي دسلها بكيس في الشنطه. خلاص الحكايه سهله قوي، روح اعمل بلاغ.
مع ان الكلام ده قلتوه في المحاضره قبل كده وطلع مش حقيقي وما عليهوش اي دليل. يا باشا الوقت كان جاي معايا قدام المحكمه عشان يعترف، بس حصلت نمره انا حاسس انها متدبره عشان اوصل متاخر. ايوه انا برضو مش فاهم، انت جاي هنا عايز ايه؟ انا بس اسمع سيادتك، بس عايز اعرف الواد ده جوه مصر ولا بره مصر؟ ده راي يالا، انت اتجننت ولا ايه؟ انت عايز اشتغل لحسابك؟ في ايه يا خديوي ما تفوق؟ محمود بيه انا ما اقصدش، انا بتكلم في حاله انسانيه. حالة إنسانية؟ أنت اللي جاي تتكلم عن الإنسانية؟ طب شوف حد غيرك يتكلم في الكلام ده. بعدين أنا شايفك بقيت جريء قوي وجاي تتكلم معايا ولا كأننا أصحاب. اسمع ما أقول لك، اخفي من قدامي دلوقتي. وفكر 20 مرة يا خديوي قبل ما تخش أي اسم أنا موجود فيه. فاهم ولا لأ؟ فكرت كتير قبل ما اقول اللي هقوله. انا غلطت، محدش يستعجب الكلام. انا غلطت لما غرست حالي في قصه عابد وغزل، وغلطت لما افتكرت ان اللي شبهي ممكن يسيب حاله لقصص حريم، وغلطت لما ضيعت علينا شغلنا وعطلته وبطرت على القرش. احنا الشهور اللي فاتت ضيعنا علينا شغل وطلع علينا عيال جديده. النهارده بس حسيت ان اسم الخديوي خس، ما بقاش بهيبته. ضيعت وقت كتير فرطت وكلام ما يلزمش. عشان كده بقول لكم يا رجاله، حقكم عليا، لازم نرجع زي الاول. انا هنسى حوار غزل وعابد وابراهيم وارميه ورا ظهري، وهرجع سيف الخديوي. سيف الخديوي بحملته اللي يدك اي ارض رجله تحط فيها. حقكم عليها يا رجاله، ان شاء الله نرجع كل اللي كان. بس انت كده خلاص يا مينا، الكلام خلص. كفايه اللي حصل لجد عيالي اللي لحم اكتفي من خيره. اتشل وما بقاش يقدر يوصل طوله، ما بقتش استحمل بصة عيالي ليا. انا غلطت وبعترف اني غلطان. انا العقل يا خديوي، انا العقل يا كبير. بس يا ريت بس تثبت على كده، ما تقومش الصبح وغير كلامك. انا كده كده معاك يا كبير، واللي هتؤمر بيه هيتنفذ وهيتم. طمن يا حمزه، كلامي مش هرجع فيه. قولي لي عايزاها يحصل فيها ايه واعتبريه حصل. عايزه وشها يتشوه، اللي هيعرف يشوه لي وش غزل ليه مني 200,000 جنيه. المهم ليكي حد في السجن؟ يوه كتير، 100 واحدة ممكن تعمل اللي انت عاوزاه ده. ده اسهل حاجة، حضري انت فلوسك. انا جاهزه، اشربي الشاي. تعالي ورايا. انت ايه اللي كنت هتعمليه ده؟ انا مش قادره اصدق عينيا. من امتى وانت غداره وملكيش امان؟ ايه اللي حصل لك؟ والله العظيم غصب عني، حياة النبي اللي سامحني يا أبلة. والله العظيم أنا لحد ما مسكت إيدي أنا ما كنتش عارفة أنا فعلا هقدر أعمل كده ولا لأ. بس أعمل إيه بقى؟ أهلي ظروفهم وحشة أوي وأمي بتاخد كيماوي ومفيش فلوس، والبت لبنى عرضت عليا مبلغ كبير لو دلقت مية النار في وش غزل، وأنا كده كده سجني 15 سنة، يعني عمري رايح، فقلت بقى أكون عملت لهم حاجة. انت خاينه. غزل كانت بقت صاحبتك وبتاكلوا وتشربوا في طبق واحد. انت بنت مالكيش امان ويتخاف منك.
والله العظيم ما كنت هعمل كده، ده انا حتى واقفه بقالي حبه وايديا مش مطوعاني، بس اعمل ايه بقى؟ حوجة اهلي يا سيرة للشيطان يضحك عليا. وانا ما باكلش من الكلام ده. وبعدين انا قايله لك قبل كده 100 مره ومحذراكي. صباح الخير. صباح النور يا حبيبتي. ايه النوم ده كله؟ انا نمت نوم، بعدين انا حاسه ان راسي تقيله، مش عارفه في ايه. هو انتوا ليه ما صحيتونيش؟ هنصحيكي ليه بقى ما دام النوم في عينيكي؟ بعدين هتقومي يعني تلحقي ايه؟ ده حتى النوم بيقتل الوقت. عندك حق. هروح اغسل وشي. انت اللي نيمتيها كده؟ ايوه، حطيت لها منوم في الاكل عشان ما تبقاش معانا في العنبر الصبح. نعم. ممكن عايزاكي؟ حاضر. روحي ما تغدريش بيها. والله العظيم بحبها. ما بقول لك غوري. كلامي معاكي بعدين. غوري. انا في حاجه مش مظبوطه. ازاي؟ مش عارفه، انا ما بنامش كده، ما بنامش كده خصوصا في السجن. في حاجه مش طبيعيه، انا خايفه يكون حد حط لي حاجه. يعني ايه؟ قصدك حد حاطط لك حاجه عشان تنامي؟ ايوه. طب هيستفيدوا ايه يعني لما ينيموكي؟ كان في واحده امبارح بتبص لي بصات غريبه قوي. خلي بالك قدريه ممكن توصي على اي حد جوه. هاجر، انت في ظهري صح؟ انا ما بطمنش لحد هنا غيرك انت وابله يسري. متخافيش يا حبيبتي، انا معاكي في ظهري. انت طيبه قوي وحنينه، ربنا يديك على قد نيتك يا حبيبتي. مش عايزين يا شباب نتعامل مع مادة إدارة البورصات على إنها مادة دمها تقيل، بالعكس المادة دي لو حبيتها هتفيدك جدا في حياتك. ادخل يا مالك تعالى. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، المرة اللي قبلها، في حد عنده سؤال؟ كنت عايز تسأل سؤال. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت إن البورصة بتتكون من 3 حاجات. أول حاجة إن العميل لازم انا عايز اقول لكم ان الحاجات اللي حصلت الايام اللي فاتت انتوا مالكوش دعوه بيها. انتوا عيالي وانا ابوكم. ما تصدقوش اي كلمه من اي حد. بس ماما بتقول انك انت عيان عشان انت اتخانقت معاه. هي قالت كده؟ ما هو ده حقيقي. لا مش صح. جدك كبر في السن. اي حد في الدنيا بيكبر في السن ممكن يمرض عادي. بس انت ما بقتش تتكلم معاه زي زمان. انا بحب جد شعبان يا بابا. ما تحبه يا جدع، انا قلت لك ما تحبوش. اسمع، محدش في الدنيا يحبكم ولا خاف عليكم زيي. انا ابوكم، فاهمين؟ ممكن اخد العيال؟ يلا يا اولاد، وبعد كده لما تيجوا هنا ما تسيبوش باب البيت مفتوح. على فكره انا خبطت. الكلام مش ليكي. خدي عيالك واتكلي على الله من سكات. هو انت هتربيني؟ انت مالكش تتكلم معايا كده. بعدين هو انت ليك عين اصلا تتكلم بعد اللي عملته؟ اقسر الشر واتكلي على الله. يلا يا ماما. اسمعي كلام بنتك. يلا يا عيال يلا. ازيك يا ام فارس؟ اهلا يا اخوي. اهلا بيكي. ازيك يا خديوي؟ امينه، اقفل الباب وتعالى ورايا. قلت له ايه؟ قلت له انا عارف انك بتدور ورا ابراهيم الورداني اذا كان موجود في مصر ولا لا. وانا بمس عليك بالمعلومه دي وبقول لك ان هو موجود في مصر. بس اوعى تكون جبت سيرتي. لا طبعا يا باشا، انا بلغته المعلومه زي ما قلتها لسعادتك كده ومشيت على طول. ماشي، اتفضل انت يا احمد دلوقتي. اوامر يا باشا. ممكن افهم بقى انت عملت كده ليه؟ مش عارف،
خايف اكون ظلمت الست دي، بس في نفس الوقت ما عنديش اي سبب او دليل يخليني افتح الموضوع تاني. بس مش يمكن معلومه زي دي ممكن تخلي الخديوي يتصرف تصرف مش تمام؟ الخديوي عايز الواد ده عشان يبرأ بيه غزل. هيأذيه ليه؟ انت فين يا خديوي؟ كلمتك على موبايلك 100 مره مغلق. فصل شحن، في ايه؟ الواد ابراهيم الورداني ظهر. الواد قال لي ان هو بيلعب كارت وضرب سيجارتين. هنخش باللسان الحلو والكلمتين الحلوين، جه معانا سكه، اهلا وسهلا. قال لي معانا يبقى يلا بس على الله حكايته. بس خلي بالك، هو برشام له جوه اسمه عمر النمر. الواد ده شقي وبياع وما بيكبرش لحد. انا لا قدامي دلوقتي، انا هسفلته. ركز انت بس وخلي الواد ابراهيم في ايدك. يلا. ازازه تاني يالا. زي ما انتوا، احنا مش مباحث ولا حمله. اقعد. اهلا يا غديوي. ايه يا عم؟ كده كنت مني وتهرب. غصب عني، هو مين عبيد بيه؟ طب خف نفسك يا ابراهيم، يلا وتعالى معانا. هو ايه الحوار؟ خليك في حالك يا شلم. يلا يا ابراهيم ما بتتنحش. انت مين يا جرم منك ليه؟ انتوا فاكرين نفسكم داخلين كافي شوب في شارع شهاب؟ يا مستر اولمبيا، انت بقى الحلو اللي فيهم. يلا يا عم بس على الله حكايتك. انا اسمي سيف الخديوي. سيف الخديوي. لا امين. الله يشتغل. الله. يلا مين؟ اركب يلا. اطلع.
مصدقه ان انا خرجت. ما كانش ينفع اسيبك، حقك عليا. وعد مني ان شاء الله هعوضك عن كل ثانيه قضيتيها في الحبس. يا ريت يا خديوي، بجد انا نفسي افرح. كلها ايام وشهور العده بتاعتك تخلص. هتيجي اكتب عليك. انت لسه هتتنحي يما؟ وشك صوف قوي، ده انت وش سجون. موافقه طبعا. غزل بنت حبيبتي، حبيبتي بنتي، حبيبتي حبيبتي. حبيبة قلبي تعالي، تعالي يا حبيبتي، تعالي. ده كل اللي حصل. حبيبتي يا بنتي. انا ما كنت ساكت طبعا، كنت متابع الاستاذ منير وبعرف اللي بيحصل اول باول. كويس. على العموم انا جايه اعمل اللي عليا واعمل الصح. انا هتجوز. أنا مش فاهمة يعني. أنت بتكنسل عليا عشان بقولك نعلن جوازنا رسمي؟ طب أقولك أنا ليه عايزاك تعمل كده وبسرعة؟ غزل كاتبة كتابها الليلة دي على الخديوي. نعم. شفت بقى أنا ليه عايزاك تعلن جوازنا رسمي؟ لا والله، لا والله، لا مش هيحصل. الو، بقول لك ايه، عايز اقابلك بعد ساعه، هبعت لك لوكيشن تجي لي عليه ساعه بالظبط والاقيك قدامي هناك. ماشي؟ انت عايز تتجوزها يا بيبي؟ جوزي ده كتير، مش هيحصل، مش هيحصل. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. ايوه عابد بيه، كل الناس مشيت. احنا هنصطادم على السلم ده يا فندم. اهم نازلين، اهم نازلين. اول ما تيجي قول لي. اول ما تيجي قول لي. اوقف في الضرب، بقول اوقف في الضرب. الغي العمليه. ماشي يا عبيد بيه، حاضر حاضر. سيبوا المكان اللي انتوا فيه، وروني انكم سبتوا المكان. حاضر يا فندم، اهو اهو يا فندم، اهو اهو اهو. يلا يلا يلا. سألت عني؟ ما سألتش على أي حد. بس انا قلت لك تقولي لها ان انا موقفي حساس، لان انا لسه بشتغل عند عابد في القناه. وبعدين يعني ما هو وليد بيه وهويدا هانم راحوا وهم لسه شغالين عندهم.
هما كده غاويين يحطوا وشنا في الحيط. ولسه الفرح، انتوا نسيتوا الفرح؟ انا عن نفسي ما عنديش حرج، احنا متقاطعين وهنفضل متقاطعين. انا شايف ان انتوا تروحوا الفرح ساعه نص ساعه وتمشوا، انما انا لا. هي عارفه ان انا مش موافق على الجوازه دي. في النهايه انتوا اخواتها البنات ومفروض تبقوا جنبها، انما انا وعماد وضعنا مختلف. يا بابا دي لا بتكلمنا ولا بتورينا وشها. دي ساعة ما خرجت من السجن جت بس عشان تقول لك ان هي هتتجوز. دي ولا حتى قالت عدي على اختي واسلم عليها. انتوا بتستهبلوا. وانتوا كنتوا عملتوا ايه لما كانت مسجونه؟ حاولتوا تروحوا تزوروها ولا تعملوا اي حاجه تساعدوها عشان تخرج من اللي هي فيه؟ كمان عاوزانا هي اللي تدور عليكم لما تطلع؟ عموما هي مش محتاجه اي حاجه منكم وتعمل اللي هي عايزاه، ولو جوازها من الجدع ده غلط فاحنا برضو اللي غلطانين، لانها راحت تتحامى مع راجل غريب، لانها ما لقتش رجاله من اهلها يحموها. في ايه يا مينا؟ غزل فين يا مفاتن؟ لا غزل مين بقى؟ خلاص بكره وعليك خير، ما عادش حد هيشوفها الا في الفرح. ليه ان شاء الله؟ احنا كده عوايدنا كده. هما مين اللي عوايدهم كده؟ هو انت عوايدك غير عوايدنا ولا ايه يا مفاتن؟ انت عايز ايه بالظبط؟ الله، هو ايه الموضوع؟ لو انت جاي ومش عارف ايه الموضوع، انت تايه ولا ايه يا مينا؟ صدقني بالله يا مفاتن، ايه؟ انت نسيتني انا جاي لك في ايه؟ انا افكرك، الخداوي بعتك تتوسط له عشان يشوف غزل، صح؟ عقل صاحبك يا مينا، قول له عيب دي مراته، ما يحسسنيش انه بيشقطها. مفاتن حاضر يا اختي، جاي شيل انت بس الماسك من على وشك لا يلتهب. عارفه يا مفاتن؟ ايه؟ انت هتموتني بالقهره. بعد الشر عليك من القهره يا اخويا. يعني اقول للراجل مش هيشوف مراته غير بكره في الكوشه؟ يا مفاتن اتكل على الله يا مينا، عايزين ننام. انت يا اخويا لو مش جاي لك نوم يعني لم العصابه كده والعبوا الشايب، اللي يخسر بندقوه يا مينا. يلا تعمل مع اخوك كده يا مفاتن؟ ما تقولش كده يا مينا، ده انا ماليش غيرك. انت عارف يعني انا لولا صله القرابه اللي بينا ما اشوفش خلقتك اصلا. ربنا ما يحكمك على ولايه او حكمني، ربنا ينتقم منك. شوفي يا اختي ده ايه الذل اللي احنا كده؟ حاضر يا اختي حاضر جايه. غزل ثانيه واحده. نقعد العمر كله بقى في الثانيه دي. طب ورحمة النبي ميس ايجيبت، مش قلت لك؟ مالك بس في ايه؟ مالك؟ خديوي نعم. انا خايفه. خايفة مني؟ اقسم بالله انا مقلقه منك موت. تعالي بس، رايحة فين بس؟ تعالي رايحة فين؟ هتزوغي مني فين؟ تعالي. ازوغ زي ابراهيم الجرد مزاغ منك. بس جبته في الاخر زي ما جبتك يا وحش الكون. طيب انا عايزه اقول لك حاجه. قولي. انت وعدتني قبل كتب الكتاب ان انت تشتغل شغلانه حلال ومفيش حاجه تعرضنا للخطر. وده وقته يا غزل، ده وقته. طمني. انا عاوز اقول لك ان انا ما بشتغلش في حاجه حرام، ما باجيش على حد الا لو يستاهل ان انا اجي عليه، ومع ذلك هعمل لك اللي انت عاوزاه. انا معايا كام قرش كده وماسك فلوس حلوه، هشغلهم في التجاره وهنفذ اللي وعدتك بيه. انت عارف ان انا بحبك. انا بعشقك. طيب في حاجه تانية، اخر حاجه. اوامر. ممكن نمشي من الاوتيل ده؟ انا بتشائم من الاوتيلات. هو مش البيت خلص؟ البيت خلص وجاهز. ماشي، تحت امرك. ايه ده بسرعه كده؟ اي حاجه انت عاوزاها انا هعملها لك، بس هعدي البيت الاول اجيب هدومي.
يا قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا غزل. ايه ما في مصر؟ حد كان بيطاردك في الحلم ولا ايه؟ انا غزل. ايه؟ انا غزل. معلش. في نهار اسود ولا ايه؟ حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. مش متعود حد يصحيني من فرشتي. طب انت حبيبي حد يصحيك ازاي يا حبيبي؟ يعني اضرب لك طلقتين في الهوا عشان تصحى؟ حقك عليا. ايه؟ اهدي. ما تخافيش. صباح الخير. صباح الخير ايه بقى؟ صباح ده ولا شفت كده في حياتي؟ يلا اعملي لي فطار. اعمل لك ايه؟ فطار. اول مره ينزل فوق ايدنا ولا ايه؟ طيب يا حبيبي اعمل لك ايه فطار؟ بص بقى وحش الكون. انا عايز كوارع وعاوز عكاوي. الديل. الله ينور عليكي. وعاوز ممبار. المصارين. لحمة راس وكبدة نية. بدمها. يلا وحش الكون عشان سكتنا طويلة. لا سكتك انت اللي طويله، على الله حكايتك مع نفسك. انا نازله السكه دي. خد بس. خد. اقول هتقتل القمر ده. يا عم انا مش هقتل حد، انا عايز فلوسي والا على الحرام من ديني اخد روحك. اقتله وهديك اللي انت عايزه. نادين. حبيبي انا كنت داخله اعمل لك فطار. لا انا مش عايز اكل. تعالي اقعد. في ايه؟ مالك؟ فيك ايه؟ صح للغباء كل ده وبالي فيا ايه؟ ما علينا. بقول لك ايه، انت بقالك فتره بتزني في موضوع ان انا اتجوزك رسمي، صح؟ أزن؟ ايه أزن دي؟ هو مش موضوع زن، هو الموضوع ان ده الوضع الطبيعي. تمام. طيب هسألك سؤال. افرضي مثلا ان انا فتحت لك حساب في البنك وحطيت لك فيه 20 مليون جنيه، تحلي عن سماه؟ سوري يعني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ازاي تقولي كده اصلا؟ هو انت ليه مصر تعاملني على اني ست طماعه مش عايزه منك غير فلوسك وبس؟ على فكره انت فاهم غلط. انا رجاله كتير اغنياء وسوري يعني اصغر منك. لا عادي. كانوا هيموتوا عليا، بس انا حبيتك انت. لو اللي في دماغي فلوس كنت اخترت اي واحد فيهم، على الاقل ما كانش هيبقى متجوز صاحبتي. بعدين احل عن سماك ازاي؟ هو انت مش طايقني للدرجه دي يا عابد؟ خلاص وصلت الصورة. شكرا. تمام. خليكي فاكره بقى اللحظات دي، انت رفضتي الاوفر واخترتي الجواز، وانا بالليل ان شاء الله النهارده بالليل هجيب المأذون. مبروك. يلا افطر بقى. افطر بليز. يلا. عايز بيض كتير. ده بتعمل ايه يا جدع انت هنا؟ مبروك الجواز يا خديوي. بقول لك بتعمل ايه في بيت عيالي؟ لا وانت الصادق في بيت مراته.